السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة مع جوه جول مع يحيى. النهاردة هنتكلم عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري اللي انتهت بفوز نادي شباب بلوزداد الجزائري على نادي الزمالك في استاد القاهرة على أرض وسط جمهوره بنتيجة 1-0 من ضربة جزاء يعني مشكوك في صحتها. طبعا المباراة دي كانت في افتتاحية المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. المجموعة بتضم الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري ونادي الترجي التونسي ونادي المريخ السوداني. عندنا المباراة دي طبعا دي كانت نتيجتها مفاجأة لنادي الزمالك ولجمهوره طبعا، دوت بعد إخفاق نادي الزمالك وخروجه من كأس مصر على إيد بيراميدز في الدور قبل النهائي من كأس مصر موسم 2021-2022. وابتعاد نادي الزمالك عن سباق الدوري الممتاز بفارق 14 نقطة حتى الآن عن النادي الأهلي. لو طبعا النادي الأهلي جه ولعب الماتشات المؤجلات بتاعته هيبقى فارق 14 نقطة، وأصبح الزمالك النهاردة يمكن بقى في المركز السادس بعد فوز نادي مقاولين العرب على نادي المحلة 3-0. فاصبح الزمالك في المركز السادس في الدوري. فالزمالك ما عندها يعني جمهور نادي الزمالك ما عندوش غير بطوله افريقيا هي دي اللي بنركز فيها. فطبعا هتيجي تقول لي بقى كمان بطوله افريقيا هتروح مني، يبقى الزمالك هيطلع الموسم ده من غير اي بطوله، وده وضع صعب جدا على جمهور نادي الزمالك انه يتقبل. طيب مباراه النهارده ابتدينا بمحمد عواد في حراسه المرمى، ثلاثي خط الظهر حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق الناشئ. ناحيه الشمال فتوح، ناحيه اليمين عمر جابر، في القلب 2 عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، قدامهم سيد نيمار وزيزو، وفي الهجوم سيف الجزيري. الزمالك كان بيلعب بطريقه 3-4-3 وكان بيغيرها في اللقاء ل 3-5-2 وساعات كان بيغيرها ل 5-3-2. طيب ابتدى اللقاء اول ربع ساعه كانت في مرحله جس نبض. من الدقيقه 16 ابتدت المباراه تاخد شكل لنادي الزمالك. فكان في هجمه من ناحيه اتعملت لعمر جابر في العمق من ناحيه اليمين، رقص فيها وشاطها ولكن المدافع حط رجله وطلعت كورنر. في الدقيقة 24 كرة عرضية اتعملت لسيف الدين الجزيري، حطها بدماغه ولكن فوق العرض. في الدقيقة 35 استلم كرة زيزو على حدود منطقة الجزاء وشاطها على الحارس، ولكن شاطها في نص جول قدر ان يمسكها الحارس المرمى. في الدقيقة 41 زيزو رقص في كرة من ناحية اليمين ولعب عرضية استلمها بصدره سيف الجزيري، ولكن كان في دفعه في ظهره ولكن الحكم ما حسبهاش ضربه جزاء، وكان الزمالك بيطالب بضربه جزاء لسيف الجزيري. وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف، وما كانش فيه اي مشاكل خالص في المباراه. الشوط الثاني ابتدى بضغط من نادي الزمالك. في الدقيقه 46 سيد عبد الله نيمار من ناحيه الشمال رقص ترقيصه حلوه قوي ولعبها متقشره جوه منطقه الجزاء قبل عند نقطه بينالتي كده، وحطها زيزو ولكن ما ملتش في بطن رجله كده، كان عاوز يحطها بليسنج كده ببطن رجله ولكن ما ملتش في رجله وطلعت ضربه مرمى. في الدقيقه 54 عمر جابر عدى من واحده من ناحيه اليمين، لعبها بالعرض ما لقيتش حد لا على القريبه ولا على البعيده ان هو يحطها في المرمى. كانت كره خطيره جدا وكره جميله جدا، كان ممكن الزمالك يستثمرها ويحرز هدف، وخصوصا ان الكره دي جت قبل الهدف بتاع شباب بلوزداد اللي جه في الدقيقه 55 من ضربه جزاء. كوره شاطها لاعب نادي شباب بلوزداد على حدود منطقه الجزاء، جت في ايد سيد عبد الله نيمار، ولكن فيها شك كبير وفيها كلام، لان هو يعني هو مش قاصد ان هو ايده مش جنبه، بس هو مش قاصد ان هو يصدها لان هو طاير في الهواء، ولكن الحكم حسبها ضربه جزاء. وقدر موامبا الكاميروني مهاجم نادي شباب بلوزداد انه يحطها على شمال حارس المرمى عواد ورماها على ناحيه اليمين. في الدقيقه 60 سيف الجزيري بيرقص ويلعبها لزيزو على اليمين، كانت كره خطيره جدا شاطها في القريبه ولكن حارس المرمى يصدها وتطلع كره.
جينا لاخر ربع ساعه بقى ابتدى نادي شباب بلوزداد يضغط على نادي الزمالك، وكان ليه كورتين خطرتين. ففي الدقيقه 73 في كره لمهاجم شباب بلوزداد رقص فيها حلو قوي من ناحيه الشمال، وشاطها راحت على شمال عواد، وكانت كره في منتهى الخطوره بجوار القائم الايسر. وفي الدقيقه 80 كوره من ناحيه اليمين برضو عدى بيها لاعب نادي شباب البلوزداد وعملها عرضيه، ولكن قدر انه يشيلها محمد عواد. وبعدها نادي الزمالك حاول يضغط، ولكن كل الفرص كانت بعيده عن المرمى. وبينتهي اللقاء بفوز نادي شباب بلوزداد، ويحقق اول 3 نقط غاليه في المجموعه، بل دي اول مره في التاريخ نادي شباب بلوزداد الجزائري يفوز مش على نادي الزمالك، لا ده على فريق مصري. عمرها ما حصلت في التاريخ ان فريق نادي شباب بلوزداد يكسب اي فريق مصري. طبعا الجمهور كان غاضب جدا، وابتدى يهاجم اللاعبين في نهايه المباراه، واتكلم على مجلس الاداره، ولكن غصب عنه طبعا، لان طبعا النتيجه صعبه ونتيجه مخيبه للامال في افتتاحيه دوري ابطال افريقيا، وخصوصا بعد ان نادي الزمالك بقاله 9 مباريات ما كسبش منهم غير مباراه وحيده. المباراه اللي قبل الاخيره كانت مع نادي فيوتشر 2-1. طبعا في كلام على السوشيال ميديا على كوبايه الشاي بتاعه سيد عبد الله نيمار اللي كانت بين الشوطين، كان بيشرب هو كوبايه شاي بين الشوطين، والكاميرا لقطت اللقطه دي، ولكن طلع مسؤولين من نادي الزمالك وصرحوا وقالوا لا هي ما كانتش شاي ولا حاجه، دي كانت فوار فيتامين سي، لان هو عنده زوره تعبان وعنده دور برد داخل عليه. طلع مستر فريرا بعد اللقاء وفي المؤتمر الصحفي واتكلم في كذا نقطه. قال احنا خسرنا طبعا بركله جزاء مشكوك فيها، وقال انا رجعت للقياده الفنيه لمساعده رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ونجله امير مرتضى منصور، واحنا قدرنا ان احنا نعمل مشروع جيد، ونجحنا ان السنه اللي فاتت كسبنا الدوري والكاس. قال ان جماهير غضبانه وده طبعا غصب عنها، ولكن ده سببه هو انعدام الثقه نتيجه الهزايم الكتيره في الفتره الاخيره. قال جالنا كذا فرصه محققه ان احنا نقدر نفوز باللقاء، ولكن 5 فرص محققه، ولكن انعدام الثقه كان السبب في ضياعها. قال خسرنا مباريات في وجود امام عاشور، لان في ناس بتقول ان امام عاشور هو عدم وجوده في الملعب عمل هز في نادي الزمالك، فهو طلع ورد على النقطه دي وقال لا احنا خسرنا ماتشات في الدوري وفي وجود امام عاشور. اتكلم على شيكابالا ان هو ما نزلش بسبب ان هو عنده نزله برد شديده. قال الخساره طبعا على ارضنا شيء مش سيء، ولكن امامنا فرصه للتاهل ان شاء الله. عندنا قال جدول الدوري مش مساعدنا على خوض المباريات، فبيقول احنا عندنا ماتش اليوم الاثنين الجاي مع سموحه، ووراه ب3 4 ايام هنقابل نادي المريخ السوداني. طبعا نادي الزمالك النهارده نتيجه صعبه جدا اللي حصلت النهارده ديت، لانها في افتتاحيه دوري الابطال. نتمنى ان الزمالك يقدر يلملم اوراقه ويقدر يرجع لمستواه المعهود، لان من غير منافسه بتاعت نادي الزمالك على الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا كره مصريه ملهاش طعم. عندنا بكره حلقه مهمه جدا جدا هنحلل فيها مباراه قبل تحديد المركز الثالث والرابع ما بين الاهلي وفلامينجو الساعه 5:30 ان شاء الله، وعندنا مباراه اخرى الساعه 9 في نهائي كاس العالم للانديه ما بين ريال مدريد ونادي الهلال السعودي، اللي نتمنى الفوز ان شاء الله لنادي الهلال السعودي. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده، نلقاكم في حلقه جديده من جوه جول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.